بيبدأ فيلمنا مع الأمير هنري اللي بيعرف إن والده الملك مريض وبيطلب حضوره، وبرغم إن هنري رفض مقابلة والده إلا إن صديقه جون بيقنعه إنه يروح له ويتكلم معاه، وبالفعل بيروح هنري لمقابلة والده. لكن الصدمة إن والده بيقوله إنه حاسس بالموت ولازم يحسم مسألة الشخص اللي هيورث الحكم من بعده، وبيصدمه أكتر وبيقوله إنه مش هيكون هو خليفته على الرغم من إن هنري هو أكبر أبناء الملك، وبيعرفه إن أخوه توماس هو اللي هيكون خليفته. ومش بس كده، لأ، ده هو كمان اللي هيقود الجيش في الحرب اللي جاية. وبالرغم ان هنري ما كانش مهتم بتولي الحكم الا انه كان رافض ان اخوه يقود الجيش وان المعركة اصلا تحصل، وعشان كده بيروح هنري وبيحارب بيرسي هوتسبير بدل اخوه. وفي معركة 1 ضد 1 انتصر هنري بشق الانفس، وبعد انتصاره بيحاول هنري يقنع اخوه انه يوقف الحرب دي عشان ما يتسببش في موته، ولكن اخوه توماس بيرفض وبيسيبه ويمشي. وبعد فترة بيزور هنري رئيس القضاة في القصر الملكي واللي اسمه ويليام، واللي بيقول له ان والده بيحتضر والمملكة بحاجة لملك جديد. فبيقول له هنري ان اخوه توماس كده كده هو الملك الجديد، وهو ما بقاش له علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. فبيصدمه ويليام وبيقول له ان اخوه توماس اتقتل لانه قرر يكمل في الحرب دي وما سمعش كلامه. وبالفعل بيتم تتويج هنري كملك لانجلترا، وفي يوم تتويجه بيستقبل الملك هنري عدد كبير من الهدايا، وبيبدأ يوزع جزء من الهدايا دي على أخته وعلى ابن عمه. ولكن الصدمة كانت هدية ولي عهد فرنسا، واللي كانت عبارة عن كورة كنوع من أنواع الاستهزاء يعني. فبيقول له ويليام إنه لازم يرد على الهدية دي لأنها إهانة لملك إنجلترا ولإنجلترا كلها. ولكن هنري بيرفض إن يدي لولي عهد فرنسا أي اهتمام، زي ما بيرفض المطالبات للهجوم على فرنسا بحجة إن ملك فرنسا مغتصب للعرش. وبعد فترة بيتم القبض على واحد من فرنسا، وبنعرف ان ملك فرنسا كان باعت الشخص ده عشان يقتل الملك هنري بأي طريقة. فبيبعت الملك هنري رسالة لملك فرنسا وبيقول له لو كنت بتسعى للحرب فابعت جيشك بالكامل، لأن قاتل واحد جبان مش هيقدر يخوف الملك هنري الخامس. وبيطلب هنري من أعوانه إنهم يبعتوا قذائف مدفعية في نفس العلبة اللي ولي عهد فرنسا بعت فيها الكرة لهنري. لكن وبرغم كده بيعرف رئيس القضاء إن ملك فرنسا أقسم إنه ما يعرفش أي حاجة عن القاتل اللي هنري اتكلم عنه، ومع ذلك بيقول رئيس القضاء لهنري إنه لازم ياخد قرار نهائي بخصوص موضوع فرنسا ده. وفعلا بيعلن هنري لأعوانه الحرب على فرنسا، وبيقرر إنه يعدم الخونة اللي على تواصل مع ملك فرنسا واللي كان منهم برضه ابن عمه. وبيرجع هنري لصديقه جون وبيطلب منه إنه يساعده في الحرب دي، وبيقول له إنه محتاج حد يكون معاه وحد يكون بيثق فيه. في البداية جون بيرفض، ولكنه بيوافق بعد كده، وبيعينه هنري كمارشال للحملة. وبتبدأ الحرب بمحاصرة جيش انجلترا لقلعة كبيرة جدا، وبيتم قصفها بشكل كبير جدا جدا، ولكن مع ذلك فضلت القلعة صامدة لدرجة ان قائد من الجيش بيطلب من الملك هنري انه يقضي على القلعة تماما ويقتل كل المستخبيين جواها، لان الحصار كده هيطول لشهور، وفي الحالة دي جيش انجلترا هيتم استنزافه في حصار زي ده. لكن الصدمة ان الناس اللي كانوا موجودين في القلعة استسلموا، وطلب واحد منهم من الملك هنري انه يحمي النساء والاطفال. وفي الوقت ده بيعرف هنري ان ولي العهد الفرنسي في طريقه ليهم وعايز يجتمع بيه، وفعلا بيوصل ولي العهد وبيتكلم مع هنري. وكانت الصدمة ان ولي العهد مش بيجتمع بيه عشان يعلن استسلامه زي ما هنري كان فاكر، لكن هو كان بيجتمع بيه عشان يقوله انه هيقتله وهيقتل الجيش بتاعه. وبينفذ ولي العهد أول تهديد من تهديداته وبيقتل عدد من الأطفال اللي كانوا موجودين في معسكر الملك هنري، وبيخلي واحد من الأطفال دول يرجع للمعسكر وهو شايل راس واحد من الأطفال اللي اتقتلوا. فبيطلب هنري من جون إنه يزود عدد الحراس ويزود مدة حراستهم، وكمان طلب منه إنه يقتل كل الأسرى الفرنسيين اللي سلموا نفسهم قبل كده. ولكن جون قال له إنه موافق على الأمر الأول، ولكن بالنسبة للأمر التاني فلازم هنري هو اللي ينفذه بنفسه. فبيغضب هنري وبيقول له ازاي تعصي أوامر ملكك. فبيرد عليه جون وبيقول له القتل مش طبيعتك، وبيحصل خلاف كبير بينهم. وبعدها بيبعت هنري واحد من الخيال عشان يعرف ايه الموجود ورا التل، والصدمة انه شاف معسكر ضخم للفرنسيين. وبرغم مخاوف قادة الجيش من التفوق العددي للفرنسيين، الا ان جون قال لهم اننا ممكن نكسب المعركة دي. ولما سألوه ازاي، كانت الصدمة لما قال لهم نهاجم بدون أحصنة أو دروع. ولكن كان رأيه منطقي، لأن الدفاع الأمامي للجيش الفرنسي بيلبسوا دروع تقيلة هتخلي حركتهم بطيئة، ولو كانوا أسرع منهم هيقدروا يتفوقوا عليهم حتى لو كان عدد الفرنسيين أكبر. وكمان اتنبأ جون بوجود مطر واللي هيحول الأرض المستنقع وهيكون في صالح جيش إنجلترا،
لأنهم أسرع. فبيسألوا واحد من القادة وبيقول له عرفت منين إن الدنيا هتمطر الليلة؟ فبيرد عليه جون رد غريب جدا وبيقول له ركبتي اليمين بتوجعني، ولما ركبتي اليمين بتوجعني الدنيا بتمطر. طبعا الكلام ده مضحك جدا بالنسبة للقادة ومحدش خده بجدية، لكن الملك هنري قال لهم لو الدنيا مطرت هنبدأ الحرب في اليوم اللي بعده. وكانت الصدمة لما نزل المطر وتحقق كلام جون الغير منطقي تماما. وبعد كده بنشوف جيش انجلترا بيتحضر للحرب دي، ولكن في الوقت ده حصلت حاجة غريبة جدا، وهي ان الملك هنري بنفسه راح لمعسكر الفرنسيين وطلب مقابلة ولي العهد عشان يقول له ولي العهد انه كان عارف انه هنري هيستسلم، لكن بيصدمه هنري وبيقول له انه مش جاي عشان يستسلم، وانه جاي يطلب منه مواجهة واحد ضد واحد عشان بدل ما يتم سفك دماء عدد كبير من الطرفين. ولو هنري خسر الانجليز هيسيبوا المكان فورا وللأبد، ولو هنري كسب هيستولى على حكم فرنسا بعد موت الملك. لكن ولي العهد بيرفض وبيقرر انه يحارب بجيشه بالكامل. وبتبدأ الحرب بعد خطبة عظيمة من الملك هنري لجنوده، واللي بيقول لهم فيها انهم لازم يحاربوا باسم انجلترا عشان تتحد انجلترا مرة تانية. وبتبدأ معركة عظيمة بين الجيشين واستمرت لوقت طويل جدا، واللي كانت بمشاركة الملك هنري، واللي قدر يقتل عدد كبير من الجنود الفرنسيين لوحده لحد اللحظة اللي وصل فيها ولي العهد وطلب انه يقاتل واحد ضد واحد بعد ما شاف جيشه بيخسر الحرب. وبيوافق هنري انه يواجهه، لكن ولي العهد ما بيقدرش يقاتل هنري وبيقع في الوحل في كل مرة بيحاول يتقدم ناحيته بشكل مضحك جدا، وده بسبب الدرع اللي هو لابسه. فبيغرز هنري سيفه في الارض وبيجري عدد من جنود انجلترا وبيقتلوا في ولي العهد الفرنسي، وبتنتهي المعركة بانتصار انجلترا. ولكن مع الاسف بيخسر الملك هنري صديقه جون اللي مات وهو بيحارب في الصفوف الامامية، واللي كان سبب في فوز انجلترا بالحرب دي. وبيروح هنري يقابل الملك تشارلز ملك فرنسا، واللي بيعرض عليه انه يتجوز بنته كاثرين، وبيوافق هنري انه يتجوزها. وبتسأله كاثرين ليه قرر يحارب فرنسا، فبيقول لها طمع ابوها وشرعه في قتله هو السبب في الحرب دي. فبتصدمه وبتقول له انه فعلا ما كانش عايز يقتله، وانها عارفة ابوها كويس. ومن رد فعله على رسالة هنري عرفت انه فعلا ما بعتش حد يقتله ولا حاجة. فسألها هنري اذا كانت تعرف حاجة عن الكرة اللي اتبعتت له اول ما بقى ملك، ولكن كانت الصدمة ان فرنسا ما بعتتش هدايا اصلا لملك انجلترا الجديد. فبيسيبها وبيروح لويليام اللي بيقول له اننا لازم نفرح مع الشعب بنصرنا العظيم ده. لكن هنري بدأ يسأله عن عيلته وعن ماضيه وعن الاراضي اللي بيملكها، وبعدها سأله عن الراجل اللي كان عايز يقتله وازاي قابله. فرد عليه ويليام وقال له انه مش فاكر بالظبط اللحظة دي. فبنعرف ان ويليام كل الفترة دي كان بيكذب، وهو اللي بعت الكورة في الاول على اساس ان الفرنسيين هم اللي بعتوها علشان يستفزوا الملك الجديد، وهو اللي ورا موضوع القاتل اللي كان عايز يقتل هنري. وكل ده عشان هنري يحارب فرنسا ويغزوها، وان الحرب اللي حصلت دي ويليام هو السبب في اشتعالها. وحاول ويليام انه يجذب تعاطف الملك هنري للمرة الأخيرة، لكن الملك هنري استل خنجره وقتل ويليام في لحظة. وبينتهي الفيلم بهتاف شعب انجلترا فليحيا الملك هنري.